لسه امبارح يعني كنا بنفكر في فكره انا وهو كنا قاعدين بالليل بندردش، فقلت لك ايه بحيث ان احنا نخلي الاستاذه رغده موجوده والاستاذ عبد المنعم موجود، بحيث ان احنا عايزين ايه نواكب القضايا بتاعت المجتمع. جمع مجموعه اسئله، انت تسال ومستشارنا مستشار اي او بي فالفكره كلها ان احنا عايزين نعمل ايه؟ حلقات متواصله. كان زمان انا لسه مش مش عارف مين بيقول لي تعجزت، قلت له فعلا شويه شعر تعجزت. فكان في زمان والله كنت احب البرنامج ده جدا قبل بقى اللي احنا فيه ايام العنب اللي احنا فيه. في برنامج اسمه حياتي بتاع فايزه وصل. رسائل، بص تخيل رسائل مشاهدين وبتطرح هي وبتبتدي قبل ما تطلع الحلقه تكون حله المشاكل ده. انا اتمنى بدل ما هو يعني من خلالكم مع احترامي الكامل من خلال المنبر بتاعكم والكيان بتاعكم، اتمنى ان يكون في سلسله من الحلقات دي تكون شكاوى المواطنين بتتحل من خلال لقاء جماهيري هنا يكون على منصه انت تعرف يا استاذ وليد، مش قضايا بقى تتعلق بالشغل والقصص دي. من ضمن الحاجات اللي احنا عرضناها هي قائمه المحامين. كويس كده؟ طلع من الراجل المحامي ده راجل محامي كبير يعني. طلع اتكلم قال ان كل القوائم اللي بتتعمل كلها خطأ، كلها بتبقى في شركه. طب قلنا له واحده بس عشان المره. ها؟ انت جميل عشان واحده اخيره. ايوه بغير. واحده يلا. المهم بس يعني لا وده واحده. طب خلاص هنفكر بس. لا دي لسه ازاي قال طريقه يعني من ضمن الحاجات اللي الراجل قالها، انتوا كلكم كل الناس بتكتب ودي كانت حاجه بسيطه بس القايمه تكتب قائمه منقولات زوجيه. قال لك ما تكتبش قائمه منقولات زوجيه، اكتب قائمه منقولات بس وما تكتبش استلمت من الزوجه، لان ممكن الزوجه في لحظه صفا تقول لك انا متنازله عنها، يبقى كده ضيعت حقها وحق ابوها. قال لك اكتبها باسم ابوها. طب لو ابوها حتى لا اسم ابوها، حتى لو هي مضت لك عليها ان هي متنازله حق ابوها ما يروحش. حاجه دي كان الناس دي توعيه برضه، توعيه للناس. واحده بقى للمره.